السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع نهار اليوم. الفيديو كما راه يبان لكم اليوم راه عندنا وصفه تاع لي فولوفون. كما راكم تشوفوا فيها طبقتهم جايه عاليه بزاف، ناس تحوس عليها وسر نجاحها كيفاش تكون عاليه كيما هكا. غادي نقول لكم كاع اسرارها كيفاش باش تجيكم عاليه، وغادي نخدمها بحشو اقتصادي وشبه بزاف وسهل وسريع. كما راكم تشوفون عندي هنا لاباط فيوتي راني خدمتها من قبل، كاش نهار ندير لكم فيديو كيفاش نخدم لاباط فيوتي. دروك راح نورقها توريقه كامل، نرققها ماكسيموم باسكو غادي نروح نخدم حاجه الاولى الطبقه نتاع التحت. الطبقه تاع التحت راكم تشوفوا هنا كيفاش راني رققتها. هنا راني نكوبي لكم باش ما يكونش الفيديو طويل عليكم. جينيرالمون الناس تخدم بهادو ديمول، هادو زوج تاع الكبير دير به طبقات تحتانيه والوسطاني هذاك باش دير به لو تخولي في الوسط. لا انا ما غاديش نخدم بهم في زوج، غادي نخدم بهذا الكبير واه، والصغير ما غاديش نخدم به. غادي نوري لكم باش غادي نخدم. ها هي اللي تشوفوا الطبقه التحتانيه، ها هي اللي تكون من اسفل كيفاش رقيقه. راكم تشوفوا كيفاش راني رققتها. ها هي لا كامل تاع الطبقه الثانيه، عفوا الطبقه الاولى اللي هي اللي تجي من تحت، ها هي لا كيفاش تجي دايره. الان هادو لي شيت اللي يبقونا، هاد الزوائد اللي يبقونا ما تعجنوهمش وتلموهم مع بعض كيما هكا، لا ديروا وحده فوق وحده فوق وحده حتى تتحصلوا على عجينه غادي تجيكم مورقه من جديد، لان لو كنت تعجنيها غادي يروح لها التوريق. كيما راها تظهر في قدامكم، ها هي لا راني حطيت وحده فوق وحده، غادي نورقها وغادي نعاود نخدم بها. هذه اللي تخدمي بها، هذه هنا تنجمي تخدمي بها، هي اللي تديريها من الطبقه الفوقانيه لانها تكون مورقه مليحه. هي لو كما كنت تشوفوا انا عاودت ورقتها، وها هو الشكل اللي عاود عطاه تالي. ما تخليها لا تريح لا والو، مباشره تقدري تورقي بها وتخدمي بها. وهنا ها هي لا شوفوا غادي تعطيني هنا عده طبقات باسكو هنا راه غادي تنتفخ بزاف، راها مرقه بزاف. هيا لا نعاود نولي لكم، قلت لكم انايا ما نخدمش بهذاك المول الصغير، لان كي تشوفوه البخيس غادي يدي لي كامل نتاع العجنه اللي هذاك. نخدم انا بهذاك المول راه عندي، تقدروا نتوما تخدموا تاع عدة كاينين في الدار، كاينين صوالح اللي تخدموا بهم ولا تشرو بهذاك المول. المهم ما تخدموش بهذاك باش ما ياكلكمش من وجه الفوقاني. هاي لا دروك انا هنا عاود كيما لي شيت توجور درتهم وطبقت بيهم. ها هي لا، ولا تقدري ديريها طبقه تكون عندك غليظه، المهم الثانيه تكون غليظه اعلى الاولى. هنا بعد ما وجدت كامل الطبقه الرقيقه التحتانيه، راح جبت حبه بيض، هاني درتها هنايا كيما راح تبان قدامكم. الصفار مع البياض خلطهم مع بعض. ندهن كامل الكميه اللي عندي كيما راح تبان قدامكم في الصينيه، ندهن كامل الوجه. كاين اللي يبغي يدهن فقط الاطراف ويخلي، ما عنديش انا ندهن مباشره الكامل للسطح اللي راه عندي هاد الحبات، ثم نروح نجيب السطح الفوقاني اللي راني خدمته. ها هو لو قدامكم كيفاش راني دايره. نحاول نعدلها كيما هكذا، ها هي لا باش ما تخرجليش وحده زايده على وحده ولا وحده اقل من وحده. دروك نزيد نوريكم حاجه استيس اخرى. واش هي؟ شتو هذوك اللي هذوك اللي بقاو لي، هذوك اللي في الوسط راح نحط حبه فوق حبه كيما راح تبان قدامكم ونروح نورقهم. ها هي من بعد نحط حبه فوق حبه، هادو ايضا نورقهم كيما هكا. هادو ايضا نخدم بهم الطبقه الفوقانيه، معناه توجور هادو تاع التوريق راني نزيد نورقها معناه اكثر فاكثر على بها تجيني عاليه. دروك بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي، واش غادي ندير؟ غادي ندير لها البيض من الفوق هكا باش تعطيني اللون الذهبي اللي شفتوه. الان الناس اللي تبغيها تخليها بيضاء في الحواشي ما ديرش البيض في الحواشي. الناس اللي ما تبغيش تبغيها حمراء ولا دوغي لازم لك ديري البيض تهوديه كامل. انا هنا السني تاعي كان عندي هنايا ضيق، ما نجمتش كامل ندير معاهم على الحواشي، وكنت مزروبه هنايا باش نكمل بسرعه. لكن كي ديريها على الحواشي غادي يعطيك لون شباب بزاف. المهم كيما راكم تشوفوا كملتها هذه كامل وخليتها طيب ورحت نخدم لاصوص نتاعي. واش درت في لاصوص؟ وجدت حبه سنينه توم فقط كيما راه يبان قدامكم، زدت معها زيت خليتها تتقلى. من بعد جبت طوماط، جبتها انا عندي طماطم كنت دارت عملتها في المجمد، ها هي الكونجيلاتور كنت راني خادمتها. ما كاش عندي الوقت باش نخليها تذوب صراحه. تي لا عندك تنجمي ترابي زوج حبات طوماطيس وتزيد معاها طوماط كونسونطري، ما كاش عندك تنجمي ديري فقط طوماطيس نتاع الحبه ترابيها. هاي لهنا راني ندوب فيها كامل هذه لا طوماط اللي راها عندي. بعد ما غادي ندوبها غادي نزيد معاها فلفل اسود ونزيد معاها ايضا شويه ملح ونخليها طيب في خاطرها كيما راكم تشوفوا قدامكم. ومن بعد كي طيب لي ومليح غادي نزيد معاها مكون اخر. هنا اللي بغى يخدمها بالكفته يبغي كل واحد واش عنده. انا ما خدمتهاش بالكفته، كان عندي كان عندي علبه كبيره، ها هي ديت هذه الكميه وضفتها معاها.
الطون يبقى اختيار، الكميه نتاعه تبقى على حسب نتي وشحال عندك، تنجمي ديري علبه، تنجمي ديروا علبتين على حسب لاصوص اللي راها عندك، وعلى الفولي فولي راكم وجدتهم شحال عندك. هاي انا نخلط مليح كامل هذاك الطون، ندخله في لاصوص، نخليه يغلي خطرتين ولا ثلاثه، ونطفي عليها ولاصوص نتاعي تكون وجدت. هاي لو طون اللي وجدت لاصوص تاعي يكون ها هو تاعي راهم حمار اوليف اوليفون. قلت لكم لو كان ديروا لهم البيض على الحواشي كانوا غادي يخرجوا اروع ويجوا كامل اللون الذهبي. ها هي لا هنايا فقط هاي الحشو قلت لكم اقتصادي وسريع ويجي اللوغو تاعها متبدل. خير نتاع الكفته تجي ثقيله وتجي بزاف فيها هذيك، ودرت لها شويه برك نتاع الجبنه رابيتا بهذا الشكل، وضفت لها حبه زيتون للتزيين، وكانت هذا هو الشكل النهائي نتاعها كيما راه يظهر قدامكم. قولوا لي كيفاش جات، لكن احسن أن نقولها لكم لو كان ديروا لها البيض على الجوانب كانوا غادي يجوا محمرين ويجوا لون ذهبي نتاعهم يجي احسن. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك، ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، الى فيديوهات اخرى، مع السلامة.